يا صباح الفل، يا صباح السعادة. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. وحشتوني بجد حقيقي. المرة دي اتأخرت عنكم شوية بس عشان حقيقي بجد كنت الفترة اللي فاتت دي مش عارفة اصور خالص. كمان كنت عايزة احضر لكم كذا حاجة بخصوص الاير فراير والنظام وكده، ان في كذا حد سألني عليه. هنبتدي مع بعض بقى اليوم النهارده او الفيديو النهارده بصباح السعاده والقهوه بتاعتي. هقول لكم بالظبط انا ايه الحاجات اللي انا ماشيه عليها والنظام اللي انا ماشيه عليه، بحيث ان احنا نشجع بعض. اللي عايز بقى يبتدي معايا او يتشجع معايا في النظام ده، نعمل كده مع بعض باذن الله. انا اول حاجه اول ما بقوم باخد كوب يعني لتر ميه، وبعدين بشرب القهوه، وبعديها بساعه ببتدي ان انا احضر الفطار بقى على حسب انا همشي او هعمل رياضه بعد الفطار ولا لا. اليوم ده انا كنت نازله امشي. انا بنزل تقريبا كل يوم امشي في التراك بتاع النادي حوالي ساعه. هقول لكم برضو الموضوع ده بالتفصيل. خلينا الاول في الوجبه بتاعه الفطار. لو انا همشي بعدها باخد الجرانولا ومعاها كده موزه زي ما انتم شايفين، يعني باخد موزه وهرسها كويس جدا، وبعدين بحط عليها كوبايه زبادي وبحط عليها كمان الجرانولا. ده زي ما قلت لكم لو انا هعمل رياضه او انا همشي وهعمل مجهود بعد الفطار. تمام. لو انا بقى خلاص اليوم ده هريح فيه، مش هعمل رياضه مش هعمل مجهود، بعمل ايه؟ بعد ما باخد القهوه بعديها بساعه بالظبط باخد بيضتين مسلوقين، بس من غير اي عيش، من غير اي توست. باخد بيضتين مسلوقين وده بيكون وجبه الفطار. تمام. ده لو انا مش هعرف اعمل رياضه او مش هعرف ان انا اعمل انزل امشي يعني في اليوم ده. بصوا انا هنا حطيت بعد ما هيست الموزه حطيت كوبايه زبادي، وبصراحه كنت عايزه حاجه تديني باور لان انا كنت تعبانه في اليوم ده جدا. فحطيت معلقه عسل. مش دايما بحط عسل، ساعات باخد ان هو كده كده اوريدي الجرانولا بتكون مسكره لان فيها حبوب فواكه مجففه. وكمان الموزه بتكون مسكره فبكتفي بيها. لكن انا في اليوم ده بصراحه كنت حاسه ان انا يعني عايزه اخد باور كده، فحطيت معلقه عسل. كمان اللي لونه اسود ده صغير ده بذور شيا. بذور الشيا دي خطيره، غير انها بتقفل الشهية او بتسد الشهية وبتساعد كمان على الحرق. يعني بعيدا عن موضوع الدايت والحرق وكده، هي ليها فوائد كتير جدا جدا، يعني لا تعد اصلا. فانتوا ممكن تعملوا سيرش عنها عن بذور الشيا هتلاقوها فوائدها خطيرة. فانا لازم كده بحط معلقة كبيرة على الفطار بتاعي الصبح، بجد بتفرق جدا. ده كان وجبة الفطار. المفروض ان انا بقى لما باخد وجبة الفطار بتاعتي دي، انا لسه محطتش الجرانولا على فكرة. يعني انا حطيت بذور الشيا على الزبادي، ما حطيتش الجرانولا. باخد معلقتين كبار من اللي هو الجرانولا، سواء بقى اللي هي فيها فواكه مجففة ومكسرات او السادة، على حسب ما انتوا عايزين. في اللي هي اللينو السادة اللي انا وريتها لكم المرة اللي فاتت دي، برضو ممكن تستبدلوها بيها عادي جدا. كده كده اوريدي انتوا حاطين اصلا موز. الموز بيدي طعم حلو قوي ويعتبر ثمرة فاكهة يعني في الفطار. فسواء هتستخدموا جرانولا او هتستخدموا شوفان عادي، الاتنين بيكون طعمهم حلو. بس انا يعني زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا بحب اكتر بصراحه الجرانولا. بحس اللي بتديها طعم، لان انا اصلا ما بحبش الزبادي. يعني انا من زمان، من وانا صغيره تقريبا، حتى في رمضان ما كنتش بحب خالص اتسحر بالزبادي وكده. فانا ماليش اصلا في الزبادي، فبحس ان الجرانولا بتغير شويه من طعم الزبادي او الميكس ده مع بعضه. بس زي ما قلت لكم دي كانت وجبه الفطار. انا هتكلم معاكم عن الاير فراير النهارده واقول لكم انا عملت فيها ايه، وفعلا تستحق ان احنا نشتريها ولا لا، وايه النظام اللي انا ماشيه عليه. انا بقالي تقريبا شهر وشويه. فده كانت وجبه الفطار. فكرة طعمها خطير، طعمها حلو جدا جدا يعني. هنا بقى كنت خلاص نزلت بعدها بساعتين. المفروض ان احنا ما ينفعش خالص ناكل وننزل نتمشى على طول، لا لازم نفصل بساعتين. تمام. يعني انا خدت وجبة الفطار بتاعتي وبعدين نزلت علشان امشي في التراك. بصوا انا ابتديت موضوع المشي ده في الاول خالص، ابتديت بربع ساعة وبعد كده خليتها نص ساعة ودلوقتي وصلت لساعة.
بنهار. يعني انتوا متخيلين ابقى ماشيه ساعه؟ اصلا انا من زمان ماليش في موضوع المشي ده، لان انا بتعب بسرعه جدا. فان انا امشي ساعه كل يوم كل يوم ده بالنسبه لي كانت حاجه مرهقه جدا، بس في الاول. بس دلوقتي خلاص تمام، الدنيا بقت تمام. بعد ما بخلص بقى مشي بصراحه بحس ان انا عايزه افصل كده. موضوع المشي ده كمان ساعدني جدا جدا ان انا اشرب ميه. انا ما كنتش بحب الميه خالص، ما كنتش بشرب ميه خالص خالص. يعني مش عارفه بصراحه كنت عايشه ازاي كده من غير ميه. فمن ساعه ما ابتديت امشي بقيت بشرب ميه كتير. يعني ممكن مثلا في خلال الساعه اللي انا ببقى هناك فيها في النادي بشرب كذا. شايفين ازازه الميه دي؟ بشرب كذا واحده، ممكن 4 5 منهم. فبالنسبه لي ده يعني خلاني اتشجع ان انا اشرب ميه، فدي حاجه كويسه جدا جدا يعني. بس بقعد بقى كده بعد ما بفصل كده اقعد استريح شويه، لان انا باخدها مشي برضو لحد البيت. يعني انا النادي جنب البيت بس مش جنبه قوي. فعادة في الأول ما كنتش بقدر إن أنا أمشي. كنت بطلب أوبر والحتة صغيرة جدا دي وبروح. فاستغليت موضوع المشي ده في ان انا استريح شويه كده زي ما انتم شايفين، واقعد شويه قدام البسين كده هدي اعصابي. وبعدين باخدها بقى ماشيه لحد البيت واكمل موضوع المشي. بس اللي انا عرفته بقى مؤخرا ان المشي في الشارع غير خالص المشي في التراك. ليه بقى؟ لان ساعات لو الشارع ال الارض بتاعته مش كويسه او مكسره او حاجه زي كده، بتتعب الظهر، يعني بتاثر على الظهر. فالمشي في التراك بيكون مفيد اكتر، لان هو بيبقى التراك الارض بتاعته طريه، فبتبقي ماشيه كده مرتاحه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الاير فراير واكلمكم عنها واقول لكم انا بعمل فيها ايه بالظبط. تعالوا نتكلم بقى على الاير فراير. انا بصراحه ما حبيتش ان انا اكلمكم عنها اول ما جبتها، قلت علشان استخدمها كده كذا مره وبعدين ايه اكلمكم عنها بالتفصيل يعني. بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها كل الاكل اللي تتخيلوه بجد. انا جربت فيها ان شاء الله لكم ان شاء الله برضو. جربت فيها الفراخ المشويه، جربت فيها فيها البانيه، على فكره قليت البانيه، قليت بطاطس. عملت فيها كذا حاجه بصراحه، هصور لكم ان شاء الله برضو. جربت فيها الفراخ المشويه، جربت فيها جربت فيها كمان بصراحه اللحمه. انا قلت اسجل لكم فيس اوفر احسن، لان الصوت ما كانش واضح قوي في الفيديو. انا كنت بكلمكم في الفيديو وانا بتكلم على الاير فراير وانا بعمل التتبيله وكده. بس حبيت اعمل لكم فيس اوفر عشان الصوت يبقى واضح اكتر. دلوقتي هنعمل في الاير فراير فراخ مشويه. التتبيله دي انا معتمداها في الفراخ وفي في البانيه، قطع البانيه او شيش طاووق اي فراخ بتبلها. التتبيله دي بتكون فظيعه. بجيب بوله كده احط فيها علبه زبادي كبيره او علبتين زبادي على حسب طبعا الكميه اللي انتوا تستخدموها. وبستخدم بابريكا وفلفل اسود وبصل بودر. اللي انا بحطه دلوقتي على الزبادي ده بصل بودر. ده طبعا بستبدل البصل العادي بالبصل البودر. التتبيله دي انا معتمداها بقالي كتير جدا من ساعه ما جبت الاير فراير في الفراخ زي ما قلت لكم، ورهيبه. حطيت كده بصل بودر حوالي معلقه، ومعلقه بابريكا وفلفل اسود، احط طبعا ملح. و في بقى بهارات فراخ ممكن احط منها حاجه بسيطه قوي، عشان ما بحبش نكهه بهارات الفراخ تكون قويه قوي. فبحط كده رشه بسيطه. بقلب كل المكونات دي مع بعض. والمفروض ان انا بحط دبس رمان. اوكي، بس انا نسيت. بس هحطها بعد، يعني انا في التتبيله دلوقتي نسيت هحطها بعد ما احط الفراخ. يعني بعد ما اتبل كده الفراخ بالتتبيله هفتكر حوار بقى دبس الرمان هجيبه وارش كده معلقه منه. بصوا بقى، بجيب القطع الفراخ بقسمها كده يعني الفرخة بقسمها ل4، وبعدين بعمل فيها فتحات كده زي ما انتوا شايفين، علشان التتبيلة تتشرب كده او الفراخ تتشرب التتبيلة ويكون طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم التتبيلة دي لو عملتوها قبلها بيوم هتكون خطيرة. بتخلي الفراخ طرية جدا جدا وطعمها حلو جدا. وساعات ببقى مستعجلة طبعا ما بعملهاش قبلها بيوم ولا حاجة. بعملها مثلا قبليها بساعة، بتبلها واقعدها ساعة وبعدين احطها بقى في الاير فراير. برضو بتكون حلوة، بس طبعا كل ما التتبيلة تبقى محطوطة في الفراخ قبلها بفترة بتكون طعمها احلى. بس انا كده تبلت الفراخ وعملت بقى الخضار السوتيه. الفراخ دي بناكلها مع خضار سوتيه زي ما قلت لكم. مش عارفه انا قلت لكم لا، بس هقول لكم يعني في الفيديو. فمقطعه كده في الخضار. الخضار انا مقطعه كوسه وجزر وايه تاني،
كوسه وجزر وبطاطس، وبحط البسله بقى في الاخر. البسله بحب احطها دايما في الاخر، لان انا ببقى جايباها اللي هي المجمده، بتكون حلوه جدا جدا وبتستوي بسرعه، فبتبقى محتاجه ان هي تتحط مثلا حوالي مش اكتر من 7 دقايق، فبسيبها في الاخر خالص وبحطها. وساعات بقى بعمل الفراخ الاول، يعني بحط الفراخ الاول تستوي في الاير فراير، وبعد كده بعمل بعديهم الخضار. وساعات بقى لو انا عامله بانيه بحطهم مع بعض، يعني بحط الخضار وبحط فوق الخضار بحط قطع البانيه، لان البانيه بتستوي بسرعه فبتستوي مع الخضار عادي جدا. ده اهو بصوا الخضار السوتيه مقطعه زي ما قلت لكم جزر وكوسه وبطاطس. نسيت اقول لكم ان انا ما حطيتش دبس رمان، نسيت. المفروض احطها اصلا على التتبيله، بحط حوالي معلقه كبيره من دبس الرمان، فانا نسيت. تمام، فهحط دلوقتي كده وهقلبها تقليبه عشان بيدي طعم حلو قوي للمشويات. تمام، هحط حوالي معلقه. هو اصلا المفروض يتحط في الاول مع الزبادي والتتبيله، بس انا للاسف نسيت. تمام، هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. بصوا انا هسيب التتبيله دي حوالي ساعه، يعني هسيب الفراخ في التتبيله حوالي ساعه. بتكون حلوه قوي بصراحه. طبعا انتوا لو تبلتوها قبلها بيوم الموضوع هيبقى مختلف تماما، هيبقى طعمها احلى. نسيبها بقى كده هنا. دلوقتي يعتبر انا سبت الفراخ في التتبيله ساعه. هحط بقى الفراخ في الاير فراير. بصوا بقى، تعالوا نتكلم عن الاير فراير بالتفصيل الممل، علشان انا بجد انا موهومه بيها. انا عايزه اقول لكم انا تقريبا من ساعه ما جبتها ما بقيتش اشغل البوتاجاز غير لحاجات بسيطه جدا. كل الاكل اللي تتخيلوه بقيت اعمله فيها. يعني دلوقتي عملت معاكم الفراخ المشويه، بعمل بانيه، سواء بانيه مشوي او بانيه مقلي، بقلي بطاطس، بعمل كفته، سمك، ايه تاني، بصوا حاجات كتير جدا جدا يعني. فهي بصراحة حاجة يعني جميلة جدا في البيت، خصوصا لو عايزين بقى تاكلوا اكل صحي وتبتدوا بقى تمنعوا الحاجات اللي مش صحية، المقلية واللي فيها زيت كتير والمسبكة والحاجات دي. لا بصراحة الاير فراير رهيبة في الاكل. بصوا انا هنا الفراخ بعملها على درجة حرارة 200. على فكرة درجات الحرارة بالمدة مكتوبة كلها على الاير فراير، يعني كاتبين لكم اللحمة بتاخد وقت قد ايه ودرجة الحرارة قد ايه، الفراخ برضو والسمك والبطاطس والخضار كله مكتوب على الاير فراير. الفراخ بتاخد من 20 ل25 دقيقة على حسب بقى، يعني انتوا اظبطوها على 25 وشوفوا هتاخد وقت معاكم قد ايه. درجة الحرارة بظبطها على 200 بتكون حلوة جدا. لو هنقلي بقى، يعني لو عايزين نعمل فراخ بانيه مقلية بالبقسماط وكده، هنعملها على درجة حرارة 170. وطبعا هندهن كل قطعة كده بالزيت خفيف ونحطها، تطلع حلوة جدا. في الاول هتحسوا ان طعم البانيه غريب شوية بالنسبة لكم، بس بعد كده تتعودوا عادي. وعلى فكرة والله بجد حتى الولاد عندي بقوا بياكلوها كده، يعني حتى الولاد بقيت اعمل لهم البطاطس والبانيه في الاير فراير بيحبوها جدا. ناكل مع البروتين والخضار رز بسمتي اللي هو البني ده، او مكرونه الشوفان. ثواني اجيب لكم المكرونه اوريها لكم شكلها عامل ازاي. بصوا المكرونه بتاعت الشوفان اهي، دي مكتوب عليها مكرونه الشوفان. طبعا في منها اشكال، بس انا بجيب الحلزوني دي بتكون شكلها يعني حلو. مكرونه الشوفان اللي هي الحلزوني دي. اوكي، عايزه بس اوريكم في نوع تاني اللي هو الاسباجيتي
سباكيتي شوفان برضو، بتتسلق عادي جدا طبعا، ما بنعملهاش صلصه ولا حاجه، احنا بنسلقها وبنحط عليها بس ملح وفلفل وبس كده. ساعات ممكن نشوي مثلا بصل وفلفل، فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل في الاير فراير، وبعدين نحطها على المكرونه برضو بتدي طعم حلو. طعمها على فكره حلو، مش ممرره خالص، طعمها عادي جدا يعني. هنا هم عاملينها بالصلصه، بس احنا طبعا مانعين بقى التسبيكات والحاجات دي خالص، المفروض تتعمل بصلصه وزيتون. لو انتوا حابين تعملوا كده مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي عشان لسه في الاول فمانعين خالص الزيت والطماطم والتسبيكات وكده. ممكن بعد كده لما نيجي نظبط الوزن نعملها عادي مكرونه عادي بالصلصه يعني. بس دول كده هم النشويات المفروض ان احنا بنستخدمها. عايزه اقول لكم ان الاير فراير اصلا قفلت وانا ما خدتش بالي، يعني المده خلصت. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. بصوا، واو بجد واو. بصوا شايفين؟ استنى اثبت الكاميرا، اثبت الكاميرا بس عشان تشوفوا كويس. بصوا هجيب شوكه عشان اوريكم الفريخ. عايزه اقول لكم الفراخ اصلا استوت. بصوا انتوا شايفين ولا لا؟ بصوا الفراخ استوت خالص، بس انا بقى عايزه اقلبها تاخد لون على الناحيه التانية. يعني هطلع كده الفراخ، بصوا بسم الله، عشان انا عايزه من هنا كده اهو لسه في تتبيله، عايزه بقى ايه تتحمر من الناحيه التانية. اقول لكم الفراخ دايبه بجد حرفيا، بصوا دايبه حلو جدا. دي اسمها ايه، الكبده اهو. دي بقى اللي لسه، عشان بصوا كانت تحت فلسه ما اتحمرتش كويس، واخدين بالكم؟ فدي هحطها بقى من فوق. اوكي، عايزه بس دي كده احطها اهو، ودي كمان احطها كده، احطها على الناحيه اللي انا عايزاها تتحمر. دي لسه ما خدتش لون من فوق اصلا، فاحطها كده اهو. دول تقريبا خلاص مش محتاجين، بس هرجع بقى دول. بصوا كده خلاص فاضل دقيقه. بصوا انتوا متخيلين؟ بصوا تحفه تحفه. هشيل بقى الفراخ دلوقتي، هثبت الكاميرا واشيل الفراخ علشان احط الخضار. بس تعالوا بقى كده نثبت. فراخ فظيعه، بصوا مستويه جدا جدا، بصوا حلوه قوي. ده بصوا كده الورك التاني رهيبه. التتبيله دي رهيبه بجد بجد، التتبيله دي حلوه جدا، عجبتني قوي. بصوا بقى ده اللي بكلمكم عنه، شايفين الصوص اللي تحت ده اهو؟ ده لما بيتحط فيه بقى الخضار بيدي بقى طعم حلو قوي للخضار اهو. انا بحط الخضار واحط عليه فلفل اسود بس كده، يعني ملح وفلفل اسود اهو بس. تمام كده. هبتدي بقى ان انا احطهم، احط بس ملح وفلفل بس، وهديله بقى تقليبه كده. هدخل اوكي. انا بقى كده ايه، عايزه اظبط التايمر، بعمله على 20، يعني التايمر للخضار بعمله على 20، وفي نص الوقت يعني بعد 10 دقايق بالظبط ببتدي ان انا، هو على 21 مش مشكله، ببتدي ان انا بعد 10 دقايق افتح عليه واقلبه. تمام، يعني بعد 10 دقايق على طول بفتح عليه واديله كده تقليبه كده حلوه. بس طبعا
حطيتش لسه البسله زي ما قلت لكم. وانا بقلب بقى في 10 دقايق، بعد 10 دقايق بالظبط هبتدي ان انا اقلب، احط بقى البسله، وكمان بحب احط ايه، فلفل اخضر، فلفل اخضر منه بس. بصوا كده انا قلبت الخضار. بصوا بقى ريحه التتبيله بتاعت الفراخ طالعه مع ريحه الخضار مخليها خطيره. تمام. ابتدي احط بقى فلفل. تمام اهو، ده الفلفل. احط معاه حته فلفلايه كده حاميه تدي كده شطشطه بصوا ده كده البسله اهو. بس للاسف دي اخر حبه بسله. تمام كده قوي اهو. انا كده دلوقتي عملت قلبت الخضار، حطيت البسله، وحطيت كمان الفلفل الاخضر. بس تمام. خلصوا بقى 12 دقيقه، وهطلع السوتيه مع الفراخ. المفروض ان احنا كنا عملنا مكرونه او رز، بس انا بصراحه مش طالبه معايا النهارده ولا مكرونه ولا رز، فهناكل بس السوتيه مع الفراخ. تعالوا بقى نشوف ايه الاخبار. بصوا كده البسله ابتدت تستوي. هندي بس كده تقليبه للخضار، او نعمله كده. عايزه اقول لكم ريحته خطيره بجد، ريحته حلوه قوي قوي. انا عايزه بس اشوف الكوسه والجزر ابتدوا يستووا. دخلوا شويه اهو في السوا. بس كده هنسيبهم بقى ال8 دقايق دول، وبعدين نغرفه على طول. كده بقى الخضار خلاص استوى تقريبا. الخضار السوتيه بياخد حوالي 20 دقيقة، بس انا في الاخر بحط البسلة لان هي بتبقى بيعتبر نص سوا، فمبتاخدش وقت خالص. بس عايز اقول لكم بجد بجد، انا بقيت باكل خضار، دي بالنسبة لي في حد ذاتها معجزة يعني، غريبة. لان انا بجد من زمان قوي بحبش الخضار، بحبش شوربة الخضار خالص، يعني ماليش في شوربة الخضار، ماليش اصلا في الخضار بقى كطبيخ وكده، لا ماليش فيه خالص. يمكن الحاجه الوحيده اللي كنت بحبها في الطبيخ البسله، واللي هي البسله بالجزر دي بحبها، لكن الكوسه، الفاصوليا، بطاطس، الكلام ده ما كنتش باكله بصراحه. الفراخ طالعه رهيبه، طالعه حلوه جدا. عايزه اقول لكم انا دلوقتي لو هبقى مثلا بره البيت وجالي فراخ عاديه مشويه، مش يعني فراخ قصدي مسلوقه او فراخ صينيه، لا مش هاكلها، لان انا اتعودت على طعم الفراخ في الاير فراير، طعمها خطير بجد، طعمها حلو قوي. هنا كنت في نفس التتبيله عامله فراخ بانيه، قطع بانيه يعني كنت عاملاها، برضو طعمها حلو جدا جدا. يعني البانيه برضو في التتبيله دي بيكون طعمها حلو. بصوا الولاد عندي ما حبوش قوي لفكره الفراخ البانيه مشويه، لانهم بيحبوها بالبقسماط وكده، بس انا بعملها لهم برضو في الاير فراير. يعني بسيب كام قطعه كده، بشوي الاول القطع بتاعتنا، والقطع بتاعت الولاد بحطها في بيض وبقسماط، وبدهنها دهنه خفيفه قوي كده من الزيت، وبدخلها الاير فراير، بتكون بجد حلوه جدا. هم برضو حبوها جدا يعني. فبالنسبه لي بجد انا اتبسطت ان هم بقوا هم شخصيا بعيدا عن فكره الدايت، ان هم بقوا بياكلوا اكل صحي من غير ما يكون مقلي في زيت. دي بالنسبه لي انجاز يعني. هنا حطيت الفراخ، المفروض ان انا دلوقتي هشويها. بتاخد حوالي 20 دقيقة برضو تقريبا، ممكن قبل كده يعني، لان قطع البانيه بتكون رفيعة شوية، فالموضوع بيبقى مختلف، بتستوي بسرعة يعني. بس بصوا هنا كانت في نص المدة، بس انا هشيلها علشان كنت عايزة احط خضار، بس مش خضار سوتيه، كنت مقطعة بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر وطماطم،
علشان هعمل مكرونه. يعني انا لما باجي اعمل المكرونه، مكرونه الشوفان، بحط كده خضار زي ما انتم شايفين، اللي هو بصل وطماطم وفلفل، وبشويهم تحت الفراخ في الاير فراير، بيكون طعمهم حلو جدا. طبعا طعم التتبيله بتاعت الفراخ بتنزل على الخضار ده، فبتديله طعم وبيكون طعمه حلو يعني. لان دول بقى الخضار ده هحطه على المكرونه. ده طبعا كان في يوم تاني يعني، بس انا حبيت احطه لكم برضه عشان اديكم افكار. طبعا كل مره انا مصوره كذا حاجه كذا اكله في الاير فراير، بس طبعا كلها مش تنفع في فيديو واحد لان هو هيبقى يعني رزل قوي بصراحه. فان شاء الله مع كل فيديو هنزل لكم اكله معينه انا جربتها في الاير فراير. بس هحط بقى الخضار واحط فوقيه البانيه، وتمام قوي على كده. دي كانت اكله اليوم ده يعني، أكلة جميلة ومشبعة وخفيفة ولذيذة. عايزة أتكلم معاكم بقى في الدقيقة اللي فاضلة دي. الفيديو اللي فات كذا حد يعني كتب لي حاجات، وفي ناس بعتولي على الماسنجر. في كومنت جالي من بنوتة بتقولي يعني صوتك حزين او تعبان. لا، هو الفكره بس ان انا يمكن عشان بقالي كتير ما بصورش، وبعيدا عن التصوير والانستجرام والحاجات دي، فتحسوا ان انا يعني مش بقيتش متأقلمة، اللي هو انا مش عارفة في حاجة غلط. في برضو ناس اصحابي كتير بعتولي على الماسنجر بخصوص موضوع الانستجرام وكده. بصوا انا بصراحة على قد ما انا كنت مكتئبة ومتضايقة بخصوص موضوع الانستجرام وان انا اختفيت وقفلت وكده، على قد ما انا بقول يعني الحمد لله ممكن تكون دي حاجة كده يعني من عند ربنا، علشان اهتم شوية باليوتيوب، لان اليوتيوب عندي بقاله فترة ضايع. فقلت الحمد لله ان شاء الله استغل الوقت ده في ان انا اهتم شوية باليوتيوب وانزل كده فيديوهات لحد ما ان شاء الله ارجع معاكم تاني على الانستجرام. بس الفيديو النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنت ايه رأيكم، وان شاء الله انزل لكم فيديو جديد قريب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. يلا باي باي.